يا صباح الفل والياسمين وعلى احلى اخوات ومتابعين، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم فيديو حلو قوي. النهارده اول بقى بشاير الشتاء كده، كل سنه وانتم طيبين. واول ما بتشوف الشتاء يعني معناها القرقيش السخنه الجميله اللي تدفي البيت، وبطريقه سهله ومكونات بسيطه، واسهل حاجه ممكن تعمليها في الجو دوت تدفيلك البيت. بس طبعا قبل ما ابدا معاكي الطريقه والمقادير هنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ولو مش مشتركه في القناه يا قمر تشتركي كده وتفعلي الجرس وتدوسي لي لايك حلو كده، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، وتشجعيني وتكبري القناه والقناه تكبر بيكم واعمل لكم فيديوهات كتير ان شاء الله. اول حاجه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب كيس خميره فوريه ومعلقتين سكر ونص كوبايه ميه، ونقلبهم مع بعض ونركنهم 5 دقايق كده قبل ما نجهز بقيه المكونات بتاعتنا. زي ما قلت لك المكونات بتاعتنا سهله وبسيطه. معايا 2 كيلو دقيق، اي نوع دقيق يشتغل معانا عادي. هنحطهم في الطبق وننخلهم كده بمنخل او بالمصفى السلك في طبق كده كبير عشان تاخدي راحتك في العجين وانتي بتعمليه. هننخل الدقيق بتاعنا زي ما انتي شايفة بالطريقة العادية خالص. وبعد كده هقولك على المكونات السهلة البسيطة، واقولك البدايل بتاعتها لو مش موجودة عندك ما تقفيش على حاجة. لو مش موجودة حاجة نبدلها بحاجة تانية. انا هنا فضيت الدقيق زي ما انت شايفة كده، وبحلله او بنخله كويس جدا عشان لو في اي حاجة او كده. ما لقيتش بصراحة في حاجة، هو مغلف وجميل. ففضيت الباقي الكيس التاني على طول. ومعايا هنا حوالي معلقتين كبار من السمسم، ومعايا نص معلقة صغيرة بيكنج باودر. ممكن نستغنى عن البيكنج باودر هنا خالص، نكتفي بالخميرة بس هي البيكنج باودر برضو بتدينا رفعة كده للرقاش بتاعتنا، بتبقى هشة وجميلة. ودي ريحة الكحك، لو موجودة عند العطار او موجودة عندك تستخدميها. وهنا معايا كيلو الا ربع سمنة، وهقولك بالظبط طلعوا كام كوباية. ادي كده 3 4، طلعوا 5 كوبايات. يعني طلعوا 4 كوبايات وربع سمنة. انا هكمل الكوباية ال5 زيت. ودي اختياري، لو حابة تحطي النص والنص، يعني نص زيت والنص سمنة، ال5 كوبايات على 2 كيلو دقيق. او حابة تحطي زي ما انا حطيت كده 4 كوبايات والكوباية ال5 زيت. وبعد كده هبس كويس جدا 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 الدقيق مع السمنة. لازم الخطوة ديت الأساسية، أول حاجة تعمليها ان انت تفضلي تبسي شوية لحد ما الدقيق كله يشرب السمنة بتاعتك كده، وتحسي ان هو بقى زي يعني تضغطي عليه بإيدك كده يتجمع في إيدك. هنا تعرفي ان هو بقى كويس او خلاص الخطوة دي. بصي هنا انا هفضل ابس كده شوية بإيدي لحد ما اتأكد ان هو ايه العجينة لمت كده، ادوس عليها تحسي ان هي اتلمت في ايدك. وادي الخميرة بتاعتنا ما شاء الله، بصي فايرة بقى وجميلة. ودي علبة زبادي، ودي برضو حاجة اختيارية ممكن تضيفيها او لا براحتك. انا كانت موجودة عندي فحطيتها. ممكن تستغني عنها خالص وتحطي بدلها كوباية لبن او مية. انا حطيت بصراحة علبة الزبادي وحطيت مية، ما حطيتش لبن. وهنا بقى العجينة بتاعتي ديت اخدت مني قد ايه مية بالظبط؟ اخدت مني حوالي كوبايتين ونص بالمج اللي انت شايفاه دوت. على حسب نوع الدقيق، ما تنزليش بالمية مرة واحدة، تنزلي كوباية كوباية على حسب نوع الدقيق لحد ما العجينة تتظبط في ايديكي وتبقى كويسة، وتحسي ان العجينة بقت طرية وجميلة كده بالشكل ده. انا مش هركن العجينة واسيبها تخمر ولا الكلام ده خالص، انا هركنها 5 دقايق بس ترتاح، مش هخمرها وبعد كده ارجع اشكلها. لا، انا هسيبها 5 دقايق بالظبط ترتاح لحد بس ما بظبط الصاجات بتاعتي او الصواني اللي انا هشتغل فيها. وبعد كده والحشوة بتاعتي، وبعد كده هشتغل فيها على طول. ديت حوالي ربع كيلو عجوة كانت عندي في التلاجة. انا عشان افك العجوة دي حطيتها في الطاسة اللي هي مكان السمنة، يعني عليها معلقة سمنة واحدة وحوالي ربع كوباية مية، وعلى عين البوتاجاز الصغيرة، وتسيبيها شوية. هتبصي تلاقيها بقت سايحة وجميلة في ايدك، وهتبقى طرية وجميلة، ومش هتبقى ناشفة في القراقيش بتاعتنا ولا اي حاجة. زي ما انت شايفة كده انا ركنت العجينة وبسيح بقى في حتة العجوة بتاعتي. وممكن طبعا تستبدليها بملبن لو عايزة، او ممكن تعمليها من غير اي حشوة خالص. كل ديت حاجات اختيارات بتاعتك انت، اللي موجودة عندك واللي متاح عندك استخدميه وما تقفيش على حاجة.
ما عندكيش عجوه وما عندكيش ملبن، اعمليها ساده وبتبقى تحفه. انا عملت نص الكميه بالعجوه ديت، والنص التاني ساده. عايزه اقولك ان الساده احلى كمان من اللي محشيه، تطعيمتها حلوه كده. زي ما قلت لك بقى، لو لسه لاول مره تشوفيني، دي قناتي، عايزاكي تخشي كده وتشجعيني وتاخدي لك لفه في القناه كده وجوله. هتلاقي وصفات كتير وافكار كتير لاكلات ممكن تكون لسه اول مره تشوفيها او عارفاها، او طريقه مختلفه عليكي. اتمنى يا رب ان انتي تخشي كده وتعملي جوله حلوه في القناه، وتسيبي لي كومنت حلو منك، وتشجعيني باللايك، عشان اللايك زي ما قلت لك هو اللي بيرفع الفيديو. وكده احنا لسه سايبين العجينة بتاعتنا بقى دي يعني ترتاح شوية. زي ما قلت لك انا مش هسيبها تخمر ولا اي حاجة، انا كل الحكاية ان انا سايباها بس تريح، عشان لما اجي اشتغل فيها واشكل فيها تبقى سهلة وبسيطة كده معانا، وتبقى حلوة ولينة وتقع في ايدينا. طبعا هنصلي على الرسول طول ما احنا واقفين كده، هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دايما نذكر ربنا ونسبح واحنا واقفين في المطبخ كده. الا بذكر الله تطمئن القلوب. تأكدي مليون في المية ان انتي لو عندك كرب او هم او ضيقة، وقعدتي كده تذكري ربنا وتقولي الاذكار بتاعه الصباح والمساء ديت، وتقولي وتستغفري ربنا على قد ما تقدري، هتلاقي الهموم خفت، وايا كان اللي انت حاسه بيه او الضيقه او الخنقه، هتلاقيها باذن الله باذن الله كلها خفت، وبالك ارتاح، وحسيتي كده ان صدرك ارتاح. والهم اللي بصي عايزه اقولك ان انت يعني احسن حد وامن حد ان انت تأتمنيه على سرك هو ربنا سبحانه وتعالى. وتأكدي ان انت لو عندك سر او عندك حاجه مضايقاكي ومخنوقه ومش عايزه تتكلمي مع حد، اشكي ربنا وحده. اشكي، لا هو اكتر حد هيسمعك، واكتر حد هيقف جنبك، واكتر حد هيبقى هو السند والظهر. مهما يكون اي حد جنبك، ومهما يكون ان انت بتثقي فيه، السر لو طلع من جواكي مش هيبقى سر خلاص مهما كان. انما انت لو اتعودتي دايما ان انت تشكي ربنا وقولي فضفاضي احكي، يعني زي بصي اكني كده قاعده تتكلمي مع اي حد، مع نفسك، كلمي ربنا واشتكي لربنا وتوسلي ليه والحي في الدعاء، والحي في الطلب اللي انت عايزاه. يعني ربنا بيحب عبده اللحوح في الدعاء. ادعي ولحي على ربنا في طلبك، هتلاقي كل حاجة مشيت معاكي بأمر الله وبأمر واحد أحد. هتلاقي كل الدنيا اتسهلت معاكي. يعني لو عندك مثلا مشكلة صحية أو مشكلة مادية أو ضيقة أو خنقة، قولي يا رب. الجئي دايما لربنا، ما تلجئيش للعبد، ما تلجئيش للبشر أيا كان هو مين، أم، أخت، أخ، صديقة، صديق، أي حاجة. مش هيكون احن عليكي من ربنا سبحانه وتعالى. والله انا بقولك الكلام ده وفعلا عن تجربة. يعني قولي يا رب هتلاقي ربنا هو المعين. قولي يا رب هتلاقي ربنا هو السند، هتلاقي ربنا هو اللي بيفكلك الكرب. يعني ادعي وقولي يا رب اي حاجة وجعاكي، وابكي كده وانت بتدعي وانت ساجدة لربنا كده. ادعي قولي يا رب انا جيت لك وانا مكسورة وذليلة وعشمانة فيك، وفي كرمك هتلاقي كل حاجة اتحلت بأمر الله. هنا بقى العجينة بتاعتنا كانت ارتاحت، وظبطت الحشوة بتاعتي، وظبطت الصاجات اللي انا هبدأ فيها، وجبت كده المفرش السيليكون بتاعي دوت، لو موجود عندك، لو مش موجود امسحي الرخامة بتاعتك وظبطيها حلوة، عقميها واشتغلي عليها خالص. او على لو عندك ترابيزة او طبلية، الطبليات بتاعت زمان بتاعت امهاتنا اللي كنا دايما بنعمل عليها الحاجات ديت، امسحيها مسحة حلوة كده واشتغلي عليها. هنا انا جبت حته كده من العجينه، مقدار كده متوسط منها، وفردتها زي ما انت شايفه كده بايديكي، من غير، بس بقى عايزه اسجل، من غير اي نشابه ولا اي حاجه تفردي بيها. بصي العجينه طريه وما شاء الله جميله. فردتها كده وحطيت حته الحشوه بتاعتي، وبعد كده هبدا الفها الرول زي ما انت شايفه كده. تبداي تلفيها، واهم حاجه ان انت تقفليها كويس، وتتاكدي ان انت قفلتيها كويس، عشان بس الحشوه بتاعتك وهي في الفرن ما تطلعش كده وتتحرق وتعمل ريحه وطعم مش حلو في القراقيش بتاعتك. زي ما انت شايفه كده انا حطيت الحشوه بتاعتي، وبعد كده هعملها رول صغير وهلفها كده واتاكد ان هي مقفوله كويس.
وبعد كده بقى طبعا الحجم والطول والسمك هوريهم لك دلوقتي. بس طبعا عايزه اقولها لك ازاي، يعني حجم القرقوشيه دي بيرجع لك انت، بتحبيها كبيره بتحبيها صغيره، دي براحتك خالص زي ما انت عايزه. انا هنا بصي أنا بلفها، وبعد ما فردتها حسيت ان هي هتبقى كبيره قوي، رحت لماها تاني وهعملها بقى الحجم اللي انا عايزاه بالظبط. هنا قطعتها نصين كده عشان اعرف اتحكم فيها ومتبقاش كبيره قوي فوق، يعني اكبر من المفرش اللي انا شغاله فيه. وبعد كده هفردها بايديا من غير اي حاجه خالص. زي ما قلتلك العجينه ما شاء الله طريه وجميله. هنا بفردها كده وتظبطيها وتقطعي بقى بسكينه، بقطعه البيتزا، بالقطعه اللي هي بتاعه المخلل اللي احنا بنعمل بيها اللفت والجزر والحاجات دي، اللي بتبقى كده مشرشره كده من الحرف. ادي كده سمك القرقوشه بتاعتي، وادي شكلها. طبعا الحجم زي ما قلت لك، والطول زي ما انت بتحبيها كبيره بتحبيها صغيره براحتك خالص. وهبدأ اعمل كل الكمية بتاعتي بالشكل دوت. تقطعي بقى بورب، تقطعيها مستطيلة كده مستقيمة براحتك خالص. وهبدأ اعمل بقى الكمية زي ما انت شايفة كده. بفرد العجينة على شكل مستطيل، على شكل دايرة زي ما بتيجي معايا، وابدأ اظبطها واحشي واقطع. ولا اسهل من كده. يعني ال2 كيلو عايزة اقولك ان ما خدوش معايا بالظبط تلت ساعة تقطيع. وهنا قطعتهم على شكل مكعبات صغننة كده او كعب الغزال، زي ما بنشوفها في الافران. وبعد كده جبت معلقة سمسم واحدة ورشيت عليها معلقة مية وقلبتها عشان تمسك معايا على العجينة وانا بحطها عليها. بعد ما قطعتها كده بروح حطها منزلاها في السمسم، وراح حطها في الصاج بتاعها. برضو اسهل منها مفيش. وطبعا العجينة اللي بتزيد مننا بعد ما بنساوي بنلمها ونعجنها تاني ونعملها بنفس الطريقة. هفضل اعمل كل العجين بتاعي بالشكل الجميل ده. وطبعا احنا بعد ما بنشكلها هنسيبها بقى ان هي تخمر. انا ما خمرتهاش اول مرة، عشان انا بعد ما شكلتها هسيبها تخمر لحد ما حجمها كده يتضاعف، واحس ان هي بقت هشة كده وجميلة. هولع البوتاجاز، الفرن البوتاجاز. انا عملتها في فرن البوتاجاز. طبعا لو انت عندك الفرن الكهرباء بيديكي نتيجة احلى طبعا بكتير. بس احنا زي ما قلتلك احنا مش بنقف على حاجة. انا حطيتها في الصواني وسبتها تخمر شوية، وبعد كده سخنت الفرن بتاعي ورحت بقى بدأت ان انا اسوي فيها بالشكل الجميل التحفة اللي طالع قدامك دوت. ولا اسهل من كده. بس طبعا عايزاها تقرمش وتبقى مقرمشة وجميلة، لازم تهدي عليها النار. لو عندك الشواية وعايزة تشغليها برضو تهدي من فوق ومن تحت لحد ما العجينة بتاعتك تستوي كويس جدا. ولحد هنا الفيديو بتاعي خلص، واتمنى